الاهلي مفنش ثالث وهيلعب كونفدراليه مع البط الكيني وفودافون بتراعيه. طب والزمالك اللي مفنش واخد دوري ولاعب نهائي وبطل القاره حاليا وهيلعب في افريقيا، شركه فودافون ما تراعوش ليه زي ما بتراعي الاهلي؟ الاهلي واخد زي ما قال لك قبل كده، احنا بنعرف نجيب الماتش ازاي وبنعرف ناخد الدوري ازاي. قالوا احنا بنعرف نكسب ماتش ازاي، لو ما كسبناهوش من الملعب نكسبه تحكيم، لو ما كسبناش تحكيم احنا بنعرف نكسبه ازاي. قالوا بنكسب عافيه يعني. اسال عمك عبده البقال. شايف ان الزمالك مظلوم في مصر؟ اه طبعا مظلوم في حق الرعايه. حق الرعايه، انت بكلم انت بتسالني بتقول لي الاهلي بيجيب فلوسه من الرعايه، تمام، انا ما بقولكش ان هو مش جايب. طب والزمالك اللي مفنش واخد دوري ولاعب نهائي وبطل القاره حاليا وهيلعب في افريقيا، فين الرعايه بتاعته؟ شركه فودافون ما تراعوش ليه زي ما بتراعي الاهلي؟ الاهلي مفنش ثالث وهيلعب كونفدراليه مع البط الكيني وفودافون بتراعيه. احنا فين حقنا؟ احنا حقنا فين؟ عرفت ان البلد دي بتساعد الاهلي؟ طب ما تدور لك على حد وسوق لنفسك واشتغل. هي مش محتاجه تسويق، انا بطل دوري مش محتاج تسويق. انا بطل دوري وبطل افريقيا مش محتاج تسويق. بطل افريقيا ازاي؟ انا لاعب نهائي كونفدراليه، اي نعم خسران وكسبان واخد الدوري. انت كده بطل افريقيا. اه طبعا بطل باللي انا شايفه ده، بالكواليتي بتاعنا ده، اه بطل. ده في نظرك انت، انما بالارقام. لو بالارقام والبطولات انا بطل الدوري، انما ارقام وبطولات انا هنرجع لورا خالص. الاهلي واخد زي ما قال لك قبل كده، احنا بنعرف نجيب الماتش ازاي وبنعرف ناخد الدوري ازاي وبنعرف ناخد البطوله دي ازاي. دي لعيبه كبار في النادي الاهلي وناس مسؤوله في النادي الاهلي قالت كده. قالوا ايه؟ قالوا احنا بنعرف نكسب ماتش ازاي، لو ما كسبناهوش من الملعب نكسبه تحكيم، لو ما كسبناش تحكيم احنا بنعرف نكسبه ازاي، بنعرف ناخد بطوله ازاي. مين اللي قال كده؟ لعيبه كتير قوي في النادي الاهلي سابقا ومسؤولين في النادي الاهلي قالوا احنا بنكسب طلعوا على عافيه. الهوا. طلعوا على الهوا قبل كده وقالوا الكلام ده. قالوا بنكسب عافيه يعني. اسال عمك عبده البقال. ايوه قالوا بنكسب عافيه. اساله. يعني انت من وجهه نظرك بطولات افريقيه، بطولات قاريه، كاس عالم، عندك حدث عالمي الاهلي هيلاعب برشلونه يا باشا انت بتتساعد انت ناس كتير قوي مسانداك، ناس كتير قوي مسانده النادي الاهلي. نادي الزمالك بالنسبه لهم يتركن على جنب عشان احنا بنطلع نادي مكانه ينافس الاهلي، عشان ناس كتير قوي مش عايزه الزمالك، ناس كتير قوي مسؤوله في الدوري مش عايزه الزمالك. بس انا بقول لك الاهلي بيتساعد جامد، عشان كده تلاقيه في افريقيا، تلاقيه في الانديه، تلاقيه في بطولات كتير، وتلاقي الدنيا مساعدينه. واقل ما فيها اللي انت لسه بتتكلم فيها في حق الرعايه، تلاقي الرعايه كلها بتجري على الاهلي. ليه بتجروا على الاهلي؟ شركه فودافون عامله رعايه للاهلي وهو هيلعب كونفدراليه ومفنش تالت. وبالنسبه للزمالك ده ابن البطه السوداء